بسم الله ما شاء الله، شايفين الكمية دي؟ أنا عاملة النهاردة عيش شامي جميل وقلبه فاضي من 2 كيلو دقيق بس. الطريقة سهلة جدا والعيش هيطلع معاكي طري وخفيف وينتفخ معانا زي الجاهز بالظبط. خليكم معايا لآخر الفيديو علشان أقولك على سر انتفاخ العيش الشامي وإزاي يطلع قلبه فاضي وطري زي ما انت شايفة كده. الكمية دي بسم الله ما شاء الله تطلع عدد كبير من الأرغفة ويكفي البيت كله. بسم الله ونصلي على الرسول. ودلوقتي نعمل تيست للخميرة علشان نتأكد انها شغالة كويس. هنحط معلقة من الخميرة مع معلقتين من السكر مع شوية مية دافيين ونقلبهم مع بعض ونسيبهم حوالي بالظبط كده 5 دقايق او 10 دقايق لحد الخميرة ما تتفاعل مع بعضيها وتعمل رغبة كده ونتأكد انها شغالة كويس قوي. ده بقى هتخلي العيش معاك ينتفخ ويطلع طري وجميل. يبقى حطينا معلقتين من السكر معلقة من الخميرة مع نص كوباية مية دافية ونقلب بالشكل اللي شايفاه ده. تمام، هنسيبها على جنب كده لحد ما تتفاعل وتعمل رغاوي كده فوق الوش. ويا دوبك حوالي 10 دقايق. معانا هنا حوالي 2 كيلو من الدقيق. لو ال2 كيلو دي كتير عليكم ممكن تقسميهم على كيلو على نص كيلو حسب احتياجك وحسب راحتك. حطينا هنا يا بنات ربع معلقة نص معلقة من الملح، يبقى 2 كيلو دقيق حطيت عليها نص معلقة من الملح. ودلوقتي هنبدأ نعجن باللبن. حابة تعجنيه بمية مفيش مشكلة، يطلع معاكي النتيجة برضو روعة. الأفران عامة بتعجن بمية مش بلبن. ولكن بما اننا بقى بنعلي التست كده ولأولادنا هنحط كوبايتين من اللبن. حطيت كوبايتين من اللبن والخميرة معايا تفاعلت وعملت رغوة جميلة جدا. كده الخميرة معايا شغالة ونشطة. حطينا دلوقتي كوبايتين من اللبن وحطينا الخميرة كمان. وهنبدأ نكمل العجين مية دافية. تمام. في اخر العجين هقولك ال2 كيلو دي اخد مننا مية قد ايه او كمية السوائل قد ايه. انتوا شايفين كده هنزود المية الدافية بالتدريج زي ما احنا متعودين واحنا بنعجن. ما نحطش السوائل كلها مرة واحدة ولا نزود شوية شوية لحد ما العجينة تتلم معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده برضو. تمام. بص العجينة هتبدأ تتجمع اهي وهتطلع معاكي طرية وناعمة. وده اللي احنا عايزينه بالظبط عشان العيش يطلع معاكي طري ومنفوخ. بدأنا بقى نلم بقى ندهن ايدينا كده بشوية من المية ونلم العجينة ونعجن. ليه بقى ندهن ايدينا كل شوية حبة من المية عشان تدي العجينة عرق كده وتلاقي العجينة فتحت معاك وبيضت. وكمان نعمل لحد دلوقتي احنا ما حطيناش اي مادة دهنية. تمام. انا هنا معايا زيت بحوالي نص كوبايه من الزيت لكل كيلو دقيق يا بنات. ربع كوبايه من الزيت. العيش الشامي بياخد لكل كيلو دقيق ربع كوبايه من الزيت. حابه تستخدمي سمنه تمام. انا هنا مستخدمه زيت جوده نظيفه. اي نوع زيت عندك جودته تكون نظيفه ونبدا نعجن بيه. انا حطيته في الاخر كده عشان اعرف ان العجينه اخدت سوائل قد ايه. هنعجن هنا حوالي 5 دقايق ل7 دقايق لحد ما تبقى العجينه ناعمه وما تلزقش في الايد. بسم الله ما شاء الله هتبقى جميله جدا. انا عايزه اقول لك ايه الحكمه بقى اللي انا حطيت الزيت في الاخر ما حطيتهوش مع الميه. انا بحط الزيت في الاخر بعد ما اعجن. ليه؟ بعد ما تتلم العجينه علشان الزيت لو حطيتيه في الاول ممكن يخلي الدقيق ما يشربش الميه كويس قوي ويأثر على العجن. لكن لما تحطيه في الاخر زي ما انت شفت كده بيخلي العجينه انعم وما تلزقش في الايد. وكمان بيساعد ان العيش يطلع معاكي طري وجميل بعد الخبز. كده عجنتها كويس قوي هنسيبها بقى على جنب تختمر. هغطيها طبعا كويس قوي. هسيبها في مكان دافي لان احنا في جو الشتاء. هنسيبها حوالي قد ايه على حسب بقى الجو. سيبها ساعة ساعة ونص لحد ما تلاقيها بسم الله ما شاء الله اختمرت بالشكل ده وحجمها كبر كده وبقت خفيفة كده بالشكل ده. دلوقتي فيها هننزل بايدينا كده ونبدأ نكور العيش بتاعنا. تمام. وهنقسمها لكور متوسطة حسب الحجم اللي انت عايزاه. وانا بلف الكوره كده لازم تبقى ملمومه وناعمه معاك. الاول هتجيب الصينيه وترشها رشه بسيطه من الرده اللي هي نخلة الدقيق يا اما رشه بسيطه من الدقيق مفيش اي مشكله. تمام. هنبدا كده ناخد كل كوره على حسب الحجم اللي انت عايزاه. انا عملت الكوره يا بنات حوالي 60 جرام 50 جرام. بتبقى حلوه على حسب الرغيف اللي انت عايزاه. ممكن تعمليه صغير زي العيش الصغنون اللي احنا بنجيبه من عند بتاع الفول والطعميه. تمام. وممكن تعملي كمية كبيرة منه عايزة اقولك وتحطي في الفريزر طول شهر رمضان. بينفع كمان في الاوقات مش في رمضان يعني ممكن تنفع للفطار للغدا للسحور. في جميع الحالات هتحتاجي العيش الشامي ده. وطريقته جميلة جدا والطريقة دي مش هتغيريها. وهتعملي كمية وانا واثقة انها تعجبك جدا. لو وصلت معايا لحد دلوقتي مش لايك وشير وكومنت حلو منكم كده.
زي ما انت شايفة كده هنخلص كل الكور بالشكل ده، ونبدأ نغطيه ونسيبها ترتفع شوية بعد التكوير كده، عشان لما تيجي افرد الرغيف ينفرد معايا ما يلمش معايا. تمام. شايفين انا اهي بضغط بصباعي كده، ما بيردش معايا كده العيش معايا رفع، زي ما بقول عندنا في الفلاحين كده، ارتفع او خد راحته زي ما بيقولوا كده عندنا. هناخد بقى رغيف رغيف، رشه بسيطه تحتها من الدقيق، ونبدا نفردها بالسمك اللي انت هتشوفيه ده. وانا بفرد الرغيف كده حاولي كده يعني على الحروف كده، عشان ميبقاش لا حرف تخين ولا حرف خفيف. بالنشابه كده نبدا نفرد العيش بتاعنا بالشكل ده. وحجم الكوره زي ما قلت لك على حسب ما انت عايزاه، تكبريها تصغريها. انا عملت حجم الكوره 50 جرام. باكد وانا بفرد الرغيف العيش لازم تسيبيه يرتاح يعني معانا مده ما تقلش على ربع ساعه. نفرد العيش، شايفين السمك عامل ازاي؟ تخلي العيش متوسط، وده بيساعد بينتفخ، لا رفيع قوي ولا تخين قوي. بسم الله ما شاء الله. الرغيف العيش بصي بينفرد معاكي بكل سهوله. هنعمل معاكم كام واحده كده اهي بالنشابه بايديكي. العجينه سلسه ولا طريه قوي ولا ناشفه قوي. وخدت مننا سوائل قد ايه يا بنات؟ لكل كيلو دقيق 3 كوبايات من السوائل. خديها قاعده معاكي، لكل كيلو دقيق 3 كوبايات من السوائل، سواء لبن او لبن حليب او ميه. احنا هنا حطينا كوبايتين لبن حليب عشان بس تعلي التست بتاع العيش. حابه تعمليه بميه خالص ما تستخدميش حليب براحتك. احنا عامه في الافران ما بيحطوش حليب للعيش الشام وبيطلع زي الفل. بس احنا قلنا هنا ستات بيوت وبندعم الحاجه وبنخليها التست بتاعها عالي كده عشان خاطر اولادنا. هنا بدأنا خلصنا كل الأرغفة معانا اهي، والاتنين كيلو دي عملنا كمية حلوة جدا. اقول لك لو هتعملي حجم الكوره 50 جرام، الكيلو دي هيعمل لك 50 رغيف. تمام. بس هيكون صغنون كده زي رغيف العيش اللي بتجيبيه من عند بتاع الفول والطعمية. ولكن انا عاملاه هنا ما بين يعني معاكي ما بين 60 ل70. نحطه بقى على قماشة كده ونسيبه حوالي بالظبط ربع ساعة يرتاح برضو الكل. يعني مثلا انت كورتيه سيبيه يرتاح، فردتيه برضو سيبيه يرتاح. تعالي بقى نخبزه في الفرن. ما شاء الله، ده درجة الحرارة بتاعة الفرن بتبقى عالية، ومن تحت بتكون على الهادي كده عشان ما تحرقش معاكي من تحت. طالع كل العيش منفوخ بالشكل ده. شايفين يا بنات؟ ما شاء الله العيش طالع ما شاء الله كله منفوخ، كأنه عايز يطلع من الفرن كده لوحده. ده سر العيش الشامي الطري اللي قلبه فاضي. كل رغيف قدامكم بيتنفخ ازاي، ريحة العيش طالعة ما شاء الله. طبعا لو ما عندكمش فرن غاز زي ده ممكن تعملوه في الفرن البوتاجاز، ممكن تعملوه على الطاسة، مفيش اي مشكلة. شايفين ما شاء الله العيش كله طالع منفوخ عشان احنا ريحنا العيش بعد ما كورناه وبعد كمان ما فردناه. بين كل وقت للتاني حوالي ربع ساعة، ويطلع معاكي النتيجة روعة. جربوه وعلى ضمانتي وهتدعولي. ما شاء الله العيش طري جدا وقلبه فاضي، وينفع مع اي سندوتشات للطعمية للحواوشي. دي تاكليه لوحده مع كوباية مثلا مع سندوتش الصبح. جربيه جربيه وان شاء الله هيعجبك جدا. يعني هتعمليه صدقوني هتحس انكم في فرن بجد محترف. على حاجة حاولي وانت بتفردي رغيف العيش يكون متوسط، مش رفيع قوي ولا تخين قوي، عشان يتنفخ معاكي زي ما انت شايفة كده. كل الكمية معانا بالشكل ده ما شاء الله الله اكبر. متنسونوش بقى تدعموني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من مطبخ ام حسناء. وبالهنا والشفا على قلبكم مقدما. شايفين الرغيف طالع ازاي؟ يفتح النفس. يا رب الفيديو البسيط ده يعجبكم، مستنية تعليقاتكم اللي دايما دايما بتفرحني. الله العيش جميل جدا وقلب فاضي وجاهز كده للأكل. أشوفكم على خير. السلام عليكم.